مجي من عند عم رمضان. في أول الصيف اللوز يتوجد في الأسواق بلونه الأخضر اللي يميزه، وفي غير الوقت هذا اللوز متوفر بأكثر من 50 نوع، أما شايح بقشوره ولا أبيض، حلو ولا مر. الثمرة هذه كانت على مر التاريخ رمز للأمل والتفاؤل، حاضرة في الأفراح مهما كانت. يحتوي اللوز على المعادن ومنها البوتاسيوم، الفوسفور والمغنيسيوم، البروتينات والألياف والفيتامينات A و B وفيتامين E المضاد للأكسدة واللي يحمي الأنسجة، إلى جانب الأحماض الأمينية والدهون النافعة للجسم اللي تعدل الكوليسترول وضغط الدم. نستعملوا اللوز في برشا اختصاصات، وفي رمضان نجموا ناكلوه وحده ولا في الحلويات اللي يدخل في تركيبتها كالجاتو والهريسة الحلوة ولا التزيين العصيدة والكريمة، من غير ما ننساو الحلو التقليدي اللي يتحضر باللوز كالبقلاوة والتواجن وكعك الورقة وكعابر اللوز. لكن الأكيد أنه كاس تاي أخضر باللوز بعد شقة الفطر ما ينجم كان يكون نافع وبنين. شاهي طيبة ونتلاقاو غدوة في نصيحة جديدة من عند مجي.